أما إنك أهبل يا فهمي يا وكيل العمدي. وكيل العمدي هيحط الزناتي خليفي في الحبس. طب اطلع حرمة لو قلت لا. ايه؟ خدني ولا انا خدني يا ولا. وبشوف بقى مين اللي هيقول لك على اللي حصل. ايه اهطل؟ في ايه؟ يا زمالة انت حافظة. ايه؟ سهران؟ وانت هنا مش تقوله من الصبح يا بار. هاني بقى كده لقيت راجل اكلمه. طب قول فيه ايه؟ هقول لك انت وبس. الخواجات واكتر. ايه؟ انت قد بيدي وكيل العمدة انت يا والي. وانت هلزناتي خليفة باسمه. مش حد يقول لي الزناتي خليفة يا والي. الخواجات دول شكلهم ايه يا والي؟ شكلهم دي حاجة عظيمة. براميل ايه ومنادق ايه وحاجات بتيل مع ايه. شباب بتونا بستنى البلدي. هوب يمين هوب يطلب هوب يمين هوب يطلب. يا نهار اسود ايه ده اللي بيقولوا ده؟ الحقيقة يا محمد يا زهران. الحقيقة يابا. الحقيقة بس بيقول لك الخواجات ايه؟ خواجات ايه؟ قصدك ايه يا سنان؟ عسكر يعني. عسكر ايوه يا اخويا عسكر ونص. في شرايط في نجايب في شرايط في نجايب حركات في شرايط ونجايب وبنادق ومصيبي هزك سرعت لي بنقول لهم يا عسكري. هوب يمين هوب شمال وحاس طز يا خواجه. هوب يمين هوب شمال وسلام طز يا خواجه. هوب يمين هوب شمال والاقي لك الدنيا اتقلبت. وصلوا ازاي وفين يا والد؟ وانت قاعد هنا متسلك وعلى راحتك وعمال تقلب في الخلف وبتسالني وعامل لي فيها وكيل العمده. شوفوا الخيبه يا اولاد. وضح وصل ازاي وفيه ايه يا سناتي؟ ايه؟ هقول لك انت بس. انا بقى ماشي كده بفكر واغني والعب في ابو خش اللي في بالي. ها؟ اللي في بالي واحد يقول له والاقي لك يا سيدي العربيه محصلين بيض والعربجه عم حضاضه. اطلع يا عم حضاضه اطلع. ايه بس هنا بتاع السلطان باشا عليك. ايوه اخويا بتاع السلطان باشا حبيب قلبك. الاقيها يا زهران هلا على الزراعيه بتتمطر. قلت هاد يا سلام الخليفه سلطان باشا جاي يخرب بيت مين الدور ده؟ مين؟ ادلهم بقى هم. والاقي لك يا يوسف نازل من العربيه كذا ذكره من دخلوا ايه يا ولد؟ قد الخواجات انجليزي يا نبيل. ده هي هتاخد الحصاوي وعنها يا عيال ونزلوا معاهم مباشر كده دبلان ومحتاس بيه. بصوا هنا كمل تيك يو وبصوا هنا كمل تيك يو. وكل واحد صامت البندقية بتاعته على قفاه وايديه في جيبه كده ومنفوخ زي الديك الرومي. ومراخيرهم حمرا زي جزرة في عز الشارع. وعنها يا سهران الا والخواجه اللوسته الكبير بتاعهم. بالك يا ولي بالكم عينيها عامله زي عينين السمكه. تمام جه بقى وسال الكومباشي الدبلان بتاعهم وقال له ايه؟ هنا حمامه ولا مفيش هنا حمامه. رد عليه الكومباشي الدبلان وقال له يا سعادة الافندي في هنا حمامات. قلت له ابوك السقا مات قلت له 7 نفسات امشي جرى على ما تقابلوه حنش ياخد اجلك. يا اسود يا حمام جايين يصطادوا يعني ولا الحكايه دي ايه؟ خلي بقى ايه شهادة لجام الحصان بتاعي ورافع سيف الزنادي خليفه ومتقدم ناحيته كده وقلت له اهلا وسهلا انتوا بتهببوا ايه هنا؟ انت جرى علامك من
الحمامة بلا بتاع، جالكوا البلاوي. بس يا اخوي، وهي دي الحكايه؟ يعني ايه هي الحكايه يا فندم؟ واحد لسه مستنياه والله عاد. وانت عايز ايه بالظبط؟ بيقولوا لك كان يتضح امام البلد يا فندم. هو يعقوب زكايب من عند الباشا. مش كفايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ يا ابني اللي حصل السنة اللي فاتت هي الناس ناقصه وانت بتتدخل ليه؟ انت ما تفهم. حضرتك عندك حمام؟ عندي ولا ما عنديش؟ مش بلد ما هي بلدك؟ طب ليه عندي انت ابوك؟ كينا يا ابني النكلوه، كينا على بال مبنى. لسه هتفهم يا ثاني يا فهد. كيف يا اول هتكون اخطيته جوه البلد؟ يا واد اتلم يا واد، اتلم يا واد، اتلم يا واد. يا ناس كان سلطان باشا بنفسه وصلهم بالعربيه بتاعته. نجحنا وهيك البحر برضه الباشا ولا كل مصيبه. اذا كان هو اللي دخلهم مصر ما يدخلهمش دول شويه ليه؟ قصر الكلام يا ريس، انت دلوقتي مكان العمر وتمنعهم بس. ايه تمنعهم بس؟ الله ما عادش الا انتوا بتتكلموا حاجه حلوه قوي يا ولاد. طب ما تقولوا لي كده، وروني كده وتمنعوهم انتوا. الله منع. مين؟ عم حسن ابو محفوظ. منعهم يعني ايه يا ولد؟ ايه يعني منع؟ نهار اسود، الراجل ده اتجنن خلاص. مش كفايه شال عليا الباص النهارده. هو فاكرهم برضه اللي سرقوا البقره بتاعتي. سيبك من الحكايه دي دلوقتي يا فندم، كمل على طول يا سيدي. عمل ايه وياهم بالظبط يا عم حسن ابو محفوظ؟ شوف يا سيدي، عم حسن ابو محفوظ ماشي كده كلطم وبوزه شبرين، بص لقاهم قدامه. انا قايل الواد الدبلان بتاعهم ايه؟ جايبوا الظباط دول يصطادوا حلبيوت النجران يا ولي. رد عليهم بس الدبلان بتاعهم وقال له ما هم كل سنة بييجوا يصطادوا هنا يا سعادة البيه، والسنة اللي فاتت برضه كانوا هنا. سايب في عمك حسن ابو محفوظ وقايل له يصطادوا بعيد عن هنا يا ولي. ما هو مش فايق، هيودينا في داهيه. وداهيه ليه؟ مش خايف على نفسه؟ انا مش فاهم انا تعرف تتكلم ده كتير. انت بتتكلم كتير يا ولد؟ ايه؟ دخلك ايه؟ ليك ناس انت كمان ولا خايف على ايه؟ الواد الدبلان بتاعهم قام قايل له يا عم الحاج دول اسياد البر والساحل. رد عليه عمك حسن ابو محفوظ وقال له اسيادك انت واسياد الباشا اللي بعيد هاني انت والخواجه الوسطى الكبير بتاعهم يقعد يرطم مع الواد الاكل يقعد يرطم معاه، وده يقول له بير والتاني وده يقول شبه الديك الرومي لما جننوني. ايه ماكني كده. الله عمك حسن ابو محفوظ بقى زهق وشخط في الواد وقام قايل له ما تقول بيقول لك ايه يا راجل ده يا غالي. الله رد عليهم بس الدبلان وقال له هم بيقولوا ان هم مبسوطين كده بس. اتكلم بقى يا زمان. هيكون اهياء هيسيبهم طبعا ويمشي. لا اتكلم يا زمان. لا كلام يا بيقولش ايه والله لا ايه الزين طبيعي على ما تودينا في داهيه يا شيخ معروف. زي الزين ده خطر الله. روح شوف لي الراجل اللي اسمه حسن ابو محفوظ. اعتبر عبد الله بحاول علشان ايه يا فندم؟ عشان هنروح حسن بعيد علشان هيكتبوها على دماغك يا اخوي. دول الانجليز هم هنا. ايوه ايه زي كل سنه بيصطاد. عملوها غاغي ومحمد زهران قاعد يقول فيه. انا بشهدك عليه اهو. غاغي ده مصلح صحة صحيح. عايزينها في الصف. عايزين ايه؟ عايزين تقولوا بالغولي. انت عندك حمله. ايوه يا مدني يا عاي. طب انا اهبل بقى وهقول للغول عينك حمرا. ايه سقفوا يا عيال عينك حمرا يا غول. يا غول
فوق. خلاص اسمعوا كلام مدني واستنوا لما يحرقوا اجرام ويولعوها باللي فيه. الله ما تعملهاش بقى يا عريس. انت عايز ايه بالظبط يا عيسى يا ابو سالم؟ يقولوا الخواجات ده يعني ايه؟ يعني ده ما كانش اللي عملوا كده عمده ده يبعدوا عن الاجرام والبيوت. الناس تمنعهم. ده كلام في هلاك للناس يا شيخ عريس. هلاكهم وسكتهم. سكت ايه وكلام ايه يا راجل؟ دول غلاب. والله غلاب. هم عارفين يعيشوا لما يناطحوا الانجليز. خليهم في حالهم وبقلبهم، لان كلامك ده ما يرضيش ربنا. كلامك انت اللي ما يرضيش ربنا. ايه يا عيال؟ فيك حق يا فلان. الناس دي تتلم عندنا بقى. كفايه اللي احنا فيه من الباشا وطلعوا. يروحوا يصطادوا في ارض الباشا اللي بعتهم. لا ده انتوا زودتوها خالص. طب ثلاثة بالله العظيم اللي هيزود كلمة واحدة بعد كده لكون حاس ومودي في داهية كمان. الناس دول جايين رسمي هيصطادوا ومش عايز كلمة واحدة. اسمع ده انت استاذ الزوجة ده مش انت. ده كان ممكن اتعصى من بدري وريح منها الخلية التعبانة دي، لكن انا سبتك. اما الوقت خلاص. شايفين ايه من عدو يا سهران عدت ايه؟ شايفين بده يموتني. اسمع شايف البقرة اللي انت رمتها هناك دي بتاعت حسن ابو محفوظ اللي انت اشتريها. الراجل بتاع الراجل ده هيتصلح والنبي واعمل حسابك يا فندم. اللي من هنا ورايح وراك خطوه بخطوه والوقت قدامي. تروح تفهم الخواجات اللي دول يستعملوا بعيد على اجرام والناس، يا اما اروح انا والناس دي ونمنعهم. يا ولاد الغولة عملتها. والله الفضول محمد عبد النبي اللي ولعت فيه. الغولة ولعت الجون. سيف الزناتي اتكسر. اوعوا خد دي جاي في كل مكان. اقول مستحيل الحقونا الحقونا تشتري
وكأنه راجع تاني وما ماتش. الموت مش عارف. وهنا يا اصحابنا نفس الشيء. موتوا وما حياتهم كانت ايه وعذابهم كان ليه والفين السجن. والفين السجن؟ المملكة جاية بتتسلى جاية تتسلى. بعد ما موتت الأوباش من حقها تتسلى وتجرب وتشوف مين هيقول لها لا وفي حسيتها لا مظالم لكن لا وده شيء مش لازم ننساه او نغلطهم فيه. المسألة دلوقتي هي سؤال ايه اللي حصل بالظبط وايه معناته؟ يا ترى معناته هو اللي بيجمعهم تاني بعد ما ماتوا؟ بيدوروا لسه نفس الفراعنة القدام سلاحين شوية الوقت يفتكروا اللي حصل دايما ويفتشوا عسكري. بس بعد المعركة جيرة ضربت فيهم مجروح لقيته ضربة شمس ومات والمحكمة واتنصبت المحكمة كانت 5 3 منهم كانوا خواجات والمدعي كان هلباوي بايه؟ محركات قبل الحادثة ما تحصل وطني يلعن كل مصر وصباح بروتين العظمى والاستعمار وطلب رقابيهم بدون رحمة. الباوي بيه والفلان كانت المشانق بتتحضر من قبل المحكمة والحكم صدر اعلام 28 يونيو وفي نفس مكان الحادثة كان الجو هجين نصبوا في وسط الساعة 3 ايام نصبوا المشانق وعليها الراية الحمراء بلون الدم لموا جميع الخلو بالأمر بعين او شيخ يتكلم الكل لازم يشرب من كاس ونبوه المتهم حسن علي تنفيذ الحكم كان اسمي غريب وكأنه واحد المتهم سيد عيسى ثاني تنفيذ الحكم اعدام وانا ميت قبل دموع قرار محكمة مقصود المتهم يوسف حسن سليم تنفيذ الحكم اعدام نبطل المشاهد مش هنسيب كلام ثاني مرة ونعيد ونلف ونرجع للحظة السوداء دي تاني. ليه الحق ما نمشي ده ليه؟ مع ان حياتي كلها كلمة حق ولكن مدهوسة بكل العالم الدنيا وكأنها كلمة بنص غلط. ايه اللي عملناه احنا وعيالنا عشان نطلع من ظلم لظلم ظالم؟ طفينا النار ورفعنا ام محمد من صوت قلنا لهم لا كفايه. نزلت من السما مشناها وياه الجنات في الحال زايد بيها اتعلقنا قصاد اولادنا ليه سلمنا البيه للباو المصري للخواجات ليه بتساوي على اهله لسه. ادينا رجعنا اهو ملعونة تحت ضحونة الباشا وكلابه بمشاريع الخواجات وبقى محمد صداقة الدنيا دي هي كده صرنا من يوم ما حركتونا على السوق الشر عندي ودايما بيسوق لحظة تضيع بلا أي سبب ولا تسألش ليه بابك الحجري يمكن
من شعاع الشمس يدخلها العمر زي الشهب أوام يجري فاسمح لنا يا ربنا نقولها كان الشيطان وقت الأذى خلى كل الأمل سيصلوا يومها وراه بس نعيش وحياتنا محتلة بالغصب والبدون. أيوة إذا يكون في شيء تاني ضروري أنا حاسه نرجع وننام مش ممكن دي نهاية الحدوتة. ادينا بنفكر في اللي جنبه. ايه اللي جوه يقول لك غير اللي انا قلته؟ نرجع أنا تعبت خلونا نرتاح طول راحة هنعيده تاني ونتعذب ليه تاني؟ ايه المانع؟ قصدك ايه يا محمد؟ قصدي نجيبهم كل اللي كانوا هناك فاتهم مات بيجوا نسألهم تاني يمكن المرة دي نفسها راح تفهم يا محمد. وانا جيت يا اولاد. زلالي فاكرين يا اولاد؟ فاكرين يا يوسف؟ عايش يا زلالي ولا خلاص مت؟ عايش ايه يا ولد؟ ده انا مجنون للدرجه دي عشان استنى هناك في المولد ده ولحد دلوقتي كأنك يا زلاتي عيد. ده انا كنت اهبل يا ولد ولا يعني عشان سيف الزناتي كان بيخوفكم؟ ها؟ خلاص راح من يوم الحد. راح وجيت ازاي يا زناتي الوقت؟ ازاي؟ ازاي؟ انا يا محفوظ ورا قعدتكم من بعد ما موت لفيت على كل الاموال. ناس ماتوا قبلي وناس ماتوا بعدي. شفت حاجات وسمعت حاجات يا اولاد ولا في الحواديت. ايه اللي فهمته يا زناتي؟ اللي بينخد في نافوخك يا محمد. ايه؟ اللي بينخد في نافوخك هيكنه بده حالك. دلوقتي نجيب كلية الخل وتتصل بالمحكمة من تاني ونشوف ايه بقى اللي ورا جراب الحاول. محكمة يا اولاد. ما فيناش من كيس ويكذبوا ليه يا زناتي؟ احنا في مملكة الموت ما فيهاش من كده. الكل اموال ولا هنخافش. هنخاف من ايه؟ احنا بطن الموت والصفحة خلاص سلمناها. الرب يا شيخ عايز عرفته يخلينا نكن ونرتاح. عددنا وشعنا العمر ما بين الباشا وخلاوه وبين الخواجات وموتنا الطير البهتان والزور والرجا والامل المعدوم الخايف كل ده له رد. ما في شيء في ملكوت الله الواسع يحصل الا بحساب. اسألوا بسرعة على الوقت يضيع واديك انت. نسأل مين ولا مين؟ خواجات دول اول مسخرة صباح خواجات يومها قالوا لنا محكمة مخصوص فهمي وكيل العمدة ما تساويش. فهمي وكيل العمدة ما تساويش. فهمي يا وكيل العمدة ما تساويش. يبقى يفكرك الخواجات. محكمة يا أولاد. فهمي وكيل عمدة. أفندم كنت عندي فشل خواجة يا أفندم. تعرف إيه عندي ولد؟ بطال يا بيه. يعني إيه بطال ولد؟ مجرم يتعدي فشل خواجة مجرم. كده يبقى كلام الجنرال بوستت مظبوط. كان ماسك واحد عصابة اتشبهت من حضارات كبار
جزيرة عظمى لا تغرب عنها الشمس. طول عمره مناكف وموت يا بيه. بيناكف حتى الباشا بحاله. ليه بس يا فهمي؟ يوسف الغلبان ترميه ليه؟ تهدفه عم مشناه بايدك. ليه يا فهمي؟ ليه؟ قول يا فهمي، قول اللي ما قلتوش عن زهران قدام المحكمة يوم. قول دلوقتي. راجل طاهر القلب وراجل. طاهر القلب وراجل بس كده يا فهمي. زهران كان حلم، كان له كابوس وعذاب، لكن كان حلم الناس بزمن طيب وكريم. لسه ما شفتوش لكن موجود رغم ندمتك. الراجل فيه راجل مرفوع الراس مش مطفيها. مرفوع الراس مش مطفيها يا فهمي. مصطوم مطمن على شرفه وقوته وعياله. شرفه وقوته يا فهمي. حاجة على حلم صغير من حق. معلش والله شبرين من الارض. دور مستني معاه لكن خد حلمه وحلمي وراح. بس رجلك فيه وفيد اول شام والبعد رخيص. البعد رخيص بعد الواحد ميت له ارض وطين ولسه. يبقى يا فهمي سيادة قصاد المأذون على البيعة. هادي فهمي كان بكره بيعمل كل ده فينا من الزمن الطيب. بعد ده محمد يجي الناس رد عليه ارد اقول لكم ايه. انا زيكم مش قادر افهم حاجه. كان الفكره زي ما قلت غلبان، ما كنتش عارف انها راح توصل لكده لحد ما شفت قصادي ياما وبتقوم. ساعتها لقيت نفسي واحد تاني ونزل كوب. مش هو الموزي وكان بالباشا، لا، واحد مرعوب كان سفلاء اكبر منه. ياما وبتقوم. ياما وبتقوم. براء خواجات وصعوبة. صدقني يا يوسف، صدقني يا سيدي. لا كذاب ابدا ده حصل. النساء والملكة السود والخيم الروح الهجان ووجوه الخلق كيوم الحشر. انت ابنك يا محفوظ. ايوه انت طالع وسط ده كله ولا تهددش. شايل 70 سنة كرايم معاه. سما طبق قلب السجن بقى السما رب كبير. كنت شايف، ايوه كنت شايف وش عيسى. السما رب كبير كنت شايفه يا شيخ عيني. انت كنت شايفه وطلع فين؟ طلع يا شيخ فلك من حوالي تازع المسنان ينسى جوايا والصبر جميل لو تعرف. وطلع يوسف يا غريب. رحت عيني غريب كلمته وكأنه ساعتها ضنايا قول يا مسكين. مش بدي ابدا يا زهراء. وانت اللي كنت وراه كنت هناك عالي اعلى من فوق الناس. وانت رحت ساعتها يا محمد ومجال دقوا عليك فهمي. بهدت لك يا فيه تضلك على كل الخلق اللي انت حاضنهم طول عمرك. انا لك يا عيسى. السما ضغطت وسودت عز الصوت والشمس غطيس وصرخت وقلت يا رب اغسل بيا نار
ومحيط بيروح مهما مسوح مجرم شطار وضعيف فنان هادي فهم اللي انتوا كنتوا يا مان كذب ومجرم معنا كذب ومجرم معنا ابدا ايه دي؟ مين يتكلم انجليزي؟ محكمة فوضى. ايه يعني؟ طب لسه ما جاش دور. لازم اتكلم. لا سيبوا وزناتي يتكلم عليه الدور. فاهم ده يا فاهم كمان الباب اللي حاصل كلامه بيحصل. انت اللي فاهم لو ما اتكلمش. اتكلمت تاني او ما اتكلمتش. كانوا ناويين يدونا الدرس. بتدافع عن مين؟ عن فهمي ولا بتدافع عن نفسك؟ فهمي وهتدافع عني، لكن عن نفسك هتقول ايه؟ يا محكمة يا محكمة الباب ايه راح يتكلم. اسمعي كلامه كويس واستعباري خالص. حضرات البشوات الخواجات الاصل، انا والله مبسوط خالص وفي نص هدومي. اقول لكم ايه؟ اذا كان العالم دي امامي وفضحونا معاك ناس جايه تزوركم هاديين الله الله حلوين الله الله. بقول لكم ايه بقى؟ ناس جايه تزوركم هيلموا شويه وزد على شويه حمام ويدخلهم 3 4 على الماشي. حصل ايه يعني؟ خربت مصر. اودي وشي فين اني والبهوات والبشوات من الخواجات؟ اقول لكم ايه يا محكمة يا محكمة؟ 3 بالله العظيم. ايه؟ طب عليا طلاق ال3. اما كنت يا محكمة الخواجات المخصوص اديهم عدي على اعدام لا اكون مموت نفسي. السلام على الخواجات والسلام على كل من يهوى الحمامات. سلام ودينا سمعناه. هذا ده كلامك بس الثاني كان مجلس بيضاء. فاهمين ايه يسوي ايه؟ انا اضحك ليه؟ بس كمان هندم الموت كمان العار اللي ما تغسله كل بحور العالم. طب ليه يا بيه؟ ليه؟ انا اقول لكم ليه. كان في سوسه بتنخر جواه وسط ما كان يقف في شبابه ويلعب الاستهوار. كان بيقول بحماس وحقيقي قلت كتير ونعدى الاستعمار من قلبي. لكن زي ما قال الشيخ كان في سوسه بتنخر جوايا ظهرت لما بقيت فين؟ اليوم بتاعتهم كانت تزال العين. وفي لحظه قلت اليوم هي اللي بتحكم والجزيره في العالم هي القوه. انجلترا العظمى لا تغرب عنها الشمس. قطر مش ممكن يتغير. وانا هتعمل ايه؟ وانت هتخاطب تسكب على الناس والارض والدم اللي بيجمعنا. باشا اسمي جن ويلعب. باشا اسمي جن ويلعب عشان الغولة لا تغرب عنها الشمس. لكن ما اخدت ثمن لان ده الموت والله من العاصي كل ما كان بيطريقي اللي قتل ونزلت الطلبة وشايل لعنته. نزلت الطلبة وشايل لعنته. نزلت وشايل لعنته. نزلوا بيهم العين ده يا ولد مني. وممكن كل ما حاجة معاك. نزلهم إهيام مع حلم الطيب يوم. انهم ايام العيال والعيالك يا بابا اللي بينهم ايتام.
بإزازة وعزيزة بإزازة وصوت. اهدي انتوا اتهبلتم، انتوا بتتكلموا من غير اذن ليه؟ اسكت ولد. لما سياد العالم يتكلموا يسكت خالص. فسياد العالم من هنا رحناها في اخرتها، لعيبهم يتنازل. وادي الخواجات سميحة بإزازة وعزيزة بإزازة. حاول اعملوا جامدة قوي وياهم يا ولاد. ده انا شفته مع الشيخ عيسى يجي اسكت ولد. اسكت انت وسمع هوس كله يسمع للخواجات. مين يتكلم؟ وانتوا مين؟ احنا المحكمة يا خواجة. محكمة ايه يا ولد؟ وفين القاضي؟ بيرو ده جديد. الفلاحين الحمام والمسار إما أن تكون أنت أو ما تكونش، كلكم تشبهوا بعض. كلكم جنابيع، كلنا بنشبه بعض. امال اتعرفت عليهم ازاي؟ بأي قلب وأي كتاب؟ كان لازم حد يموت. محمد ولا حتى فلان. علي بالي سيدي محمد البغدادي شالوا وحطوا كله علادي. علي بالي سيدي محمد البغدادي شالوا وحطوا كله علادي. أخويا فاكرين ايه؟ محكمة صحيح؟ أنا جيت لكم والحكم في جيبي بيتحضر والمشنقة قبله بتتحضر من غير قرعة. كان ممكن شروط وكيل عمدة ولا البول منابيع والدهر أو شيء اللي جوه هي الحقيقة. من غيرها لا في مملكة ولا سياسة. سميحة بإزازة وعزيزة بإزازة راحت عليك يا خليفة وانكسر فيك. شيء يزيد العالي يا ولد. كما موت الحيوان رحت وفتيت. ازاي يا يوسف كنت بتدور على الحب في الدنيا دي؟ ما كانش ممكن لو عشت فيها ألف عام. ده دنيا ملعونة ما يعيش فيها غير اللي قام الزيادة. لا ده مش ممكن. ازاي يا ولدي كنت بتدور للناس على الحق في الزمان ده يا زهران؟ أبدا ده مش ممكن. شايف وسامع؟ شايف يا زهران الحكاية؟ انتوا هزيرة ومش لازم نعود. اوعاكم من اليأس، اوعاكم من اليأس. صبركم بالله. لا استنوا، لسه في شيء تاني عجيب في جراب الحاوي. حاولوني. خلاص استنوا لحظة معايا يا ابو محفوظ. استنى يا فاكر ما تطلعش. استنى يا فاكر ما تطلعش. ايه ولد الجاني مستني ايه؟ الطلاعة؟ لو عدتوا تاني هيصدر الحكم من ثاني ونسمعكم. هو ده اللي مش ممكن يفات. لا استنى يا فاكر. مش هتلقوا يا ولاد. لسه في شيء تاني عجيب في جراب الحاوي. عجب اللعبة لسه في جراب الحاوي وسيف الزلاتة هيرجع لي من تاني. عارفين مين ده؟ عارف مين ده يا محفوظ؟ مين الشاب ده يا عيسى؟ ابن ابنك يا محفوظ. ابن سلامة. ايه يا ولد اللي جابك حالة بالاموات وانت لسه صغار؟ باشا تاني؟ لا يا باشا يا ولد يا جدي. ده ابن شيء عذبكم نداني وجيت بالرد. جايب لكم رسالة. رسالة يا ولد عشان هتموت. رسالة ايه؟ رسالة مكتوبة من بدري في عين ضرار فلب الشيخ عيسى. مجنون تعني مجنون. متم هناك ودولة الخواجات مادة في كل الأرض. وأنا مت يا ضرار وهي بتموت وعلى الآخر مجنون. ابعتوا بكم وناموا واحلموا بالمملكة اللي ما تغرب عنها الشمس. تغرب عنها الشمس
خرجوا شقلبت من تحت لفوق، خرجوا في كل بر. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ طوفان ابدا. انتوا احنا دمي ودمنا في عذاب، ما فاضلش غيرنا. ايوه ما فاضلش غيرنا. ودي شويه يا اولاد الساحل وأبراج الحياة والأرض والجامع نفس الارض ونفس الناس ونفس الناس. ايوه وكسرنا بعدها وكسرنا تاني. السكة صعبة ومش سهلة. والجيران أشكال عمرها ما تقلق. وهي دي المعجزة. الساعة فاصل في سكة الأحياء. الفجر يا ولاد طلع. تعال وعلى بحر هادي الحمام فرحان فين المنام في النار ولا نشيل عليه بس الجيوش. يمنع حمامنا من الغنى. مين يقدر؟ عاد الحمام للظلم متعاد راجع يعبر عشه بالمواد. مين يقدر يحرم حمامنا من عشه؟ ومين يقدر يحرم حمامنا من عشه؟ الضرب بين الشم فكرنا والرحلة زاد كل اللي كان سلاح بين الشم. قضي يا حمام شوف السماء لا تخاف سلاح ولا محكمة. هادي النهار شبشب خضار يا حمام كل صير عضق بريش عمل لك نعشة وارسم بدمك عالغمام. وارسم بدمك عالغمام.
تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الخالق محمد عفيفي عميد المعهد، قدم فريق المسرح المحاكمة للكاتب الكبير يسري الجندي. كان معكم في الإدارة المسرحية الأساتذة سامح الزامك وهاني لاشين. نفذ الديكور الفنان جمال حميد والفنان رفعت حجازي. المكياج الفنان صلاح غنيم. كان معكم في الإضاءة الفنان يوسف عوض. المؤثرات الصوتية الفنان إسلام فارس. الغناء للفنانة ياسمين رجب. المحاكمة المخرجان المنفذان شادي حامد والفنان حسام زين. اللجنة الفنية الدكاترة عبير النعناعي وأماني أيوب وعبد الله محمود. المحاكمة التوزيع الموسيقي الفنان أحمد محمود. الأشعار الشاعر الكبير عبد الناصر حجازي. الألحان والغناء الفنان المايسترو رجب الشاذلي. المحاكمة التعبير الحركي للفنان عمرو عجل. الإشراف الأستاذ ماجد عثمان مدير رعاية الشباب. الإشراف العام الأستاذ الدكتور عبد الخالق عفيفي عميد المعهد. المحاكمة كان معكم المخرج طارق حسن.